دي فاطمة طفلة لسه مولودة. أي نعم شعرها طويل وكل الكلام ده، بس لا، هنعتبرها لسه مولودة. أنا هسميها فاطمة، أنا عايز كده. السلام عليكم، أنا دكتور حسام، طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أول ساعة كده كل اللي محتاجاه إن هي تتحط على ثدي أمها وترضع رضاعة طبيعية. ممنوع 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 إن احنا ندي الطفل لا أعشاب ولا مية بسكر ولا مية بعسل ولا أكياس الأعشاب الجاهزة من الصيدلية ولا الكلام ده كله، ممنوع تماما. الطفل حرفيا مش محتاج حاجة غير إنه يرضع وبس. وهنا خليني أقولك إن في خرافة منتشرة بين الأمهات: الطفل اللي بيرضع طبيعي محتاج يشرب مية؟ إجابة هي لا. كده لبن الأم 88 ل 90% منه مية، فطفلك بياخد احتياجه من المية وبالذات من اللبن الأمامي. يعني من الآخر يا مامي، فاطمة في السن ده مش محتاجة حاجة منك غير إنك ترضعيها وبس. سؤال متكرر: إمتى نرضع الطفل رضاعة صناعية يا دكتور؟ الموضوع ده على حسب الآتي: أولا، لو الأم عندها مشكلة تمنعها من الرضاعة الطبيعية. ثانيا، لو الطفل ده مش بيزيد الزيادة الطبيعية على مدار الشهور، وهنا الدكتور بيختار لك نوع لبن صناعي بيكتبه للطفل. أهم حاجة عندنا إنك تهتمي بنظافة الببرونة اللي هتقدمي فيها اللبن الصناعي للطفل. تاني حاجة: فاطمة من سن 6 شهور لسنة. فاطمة كبرت وبقت تبص على الأكل معاك، وهنا يجي السؤال اللي بيدور في دماغ كل أم: إمتى أبدأ أأكل طفلي يا دكتور؟ بص يا مامي، القاعدة العامة إن إحنا بنأكل الطفل من سن ال6 شهور، ولكن في بعض الشروط اللي لو ظهرت على طفلك فممكن تأكليه من الشهر الخامس، يعني بعد تطعيم الشهر الرابع. الشروط دي بتشمل إيه؟ أولاً، إن طفلك يكون صلب راسه كويس. الحاجة التانية إن طفلك يكون بطل يطلع لسانه ويدخله لما بنلمسه بحاجة صلبة. في حاجة اسمها تانج ثراست ريفلكس، ده فعل منعكس بيختفي تقريبا من الشهر الرابع للسادس. الحاجة التالتة إن طفلك أصلاً يكون عنده شغف ومهتم بالأكل، يعني بيبص عليك وانتوا بتاكلوا. والحاجة الرابعة إن طفلك يكون وزنه كويس مناسب لعمره. لو الشروط دي اتحققت فأهلا وسهلا بفاطمة معانا على طبلية الأكل. والسؤال دلوقتي: إزاي نبدأ مع فاطمة الأكل؟ خلينا اتفق معاكي يا مامي على شوية قواعد. فاطمة دي لو احنا جبناها وقعدناها معانا على الطبلية وبدأنا نأكلها حاجات مسكرة زي مثلا الفواكه، الطبيعي اللي هيحصل إن فاطمة هتتعود على الحاجات الحلوة المسكرة وهتبدأ ترفض الحاجات اللي طعمها مش حلو زي الخضروات. فالترتيب الصح اللي نعمله إن احنا ممكن نبدأ بالخضروات، وبالذات الحاجات اللي طعمها مش حلو زي البطاطس زي الكوسة. ممكن كمان نبدأ بالرز. أهم حاجة بس إن احنا نأجل الفواكه للآخر. وخلينا نتفق يا مامي إن لو هتقدمي لفاطمة أي أكل جديد فمهم جدا الأكلة الجديدة دي نقدمها على يومين أو 3 أيام عشان نختبر تأثير الأكلة دي على الحساسية عند فاطمة. وخلينا نتفق كمان إن احنا لو هنبدأ نقدم الأكل فالأكل لازم يكون مسلوق أو مشوي ونهرسه كويس بالمية، ما يكونش قوامه سايل زي المية ولكن يكون قوامه شبه سايل ماسك نفسه كده شوية. المهم بقى لما نيجي نقدم الأكل لفاطمة في 3 أيام دول، أول يوم احنا بنلحس فاطمة حاجات بسيطة ونبدأ نشوف الأكل ده عمل حساسية لفاطمة ولا لا. اليوم التاني بنزود الكمية أكتر، واليوم التالت بندي لفاطمة 3 وجبات من الصنف ده. عدينا الصنف الأول والدنيا تمام، يلا نجرب صنف جديد. لما أجي أدخل صنف جديد لفاطمة أنا كده في معايا صنف جربته، ممكن أعمل ميكس بين الصنفين، وساعتها أي حساسية هتظهر هتكون من الصنف الجديد اللي دخل لفاطمة. والسؤال اللي عمال يدور في دماغك دلوقتي: إيه الأكلات المسموحة وإيه الأكلات الممنوعة من سن 6 شهور؟ وقبل ما نتكلم في حاجة ريحي شوية أنت يا فاطمة. بالنسبة للمسموح للأطفال من سن 6 شهور إحنا بندخل للطفل البيض سواء الصفار أو البياض، وكمان منتجات اللبن مش اللبن نفسه. منتجات اللبن زي إيه؟ زي الجبنة القريش، زي القشطة، وكمان ممكن اللبن المطبوخ زي الرز بلبن، زي المهلبية. كل ده مسموح من منتجات اللبن. وبالنسبة للبروتين بنقدم للطفل الفراخ والسمك واللحمة. ما تستغربوش، احنا بنقدم الحاجات دي من سن 6 شهور. وكمان بنقدم للطفل المكسرات زي عين الجمل وزي اللوز وزي الفول السوداني، بشرط ان الحاجات دي ما تكونش مملحة او فيها بهارات طعمها لاذع كده، تكون حاجات خام بنطحنها ونقدمها للطفل. وخلينا اقولك كمان ان احنا من سن 6 شهور ممكن نستخدم البهارات عشان نحلي طعم اكل الطفل كده. ممكن نضيف الزنجبيل، الكمون، الكركم، القرفة، الشبت. كل الحاجات دي مسموحة، بس اوعي تضيفي لطفلك شطة
اوعي. طيب ايه الممنوع؟ اوعي تضيفي سكر او ملح او عسل او حليب بقري قبل سن السنه. انا عارف اني رغيت كتير، وعشان ابسط لك كل اللي احنا قلناه تعالى اديكي مثال جدول اكل 30 يوم لطفلك اللي تم مثلا 5 شهور او 6 شهور. هقول لك على 10 اصناف هتقدميهم لطفلك على ال 30 يوم، كل صنف على 3 ايام. اول صنف البطاطس، تاني صنف الكوسه، تالت صنف الجزر، رابع صنف البطاطا، خامس صنف القرع، سادس صنف رز مسلوق ومهروس، سابع صنف شوفان مطحون مع لبن الام، تامن صنف التفاح، تاسع صنف الموز، واخيرا الجوافه. انا كده قلت لك 10 اصناف وزعيهم 3 ايام لكل صنف، وينفع نعمل ميكسات ما بين الاصناف اللي دخلت معانا وما حصلش منها حساسيه مع الاصناف الجديده اللي احنا لسه بنجرب. ومن الاخر يا مامي، فاطمه في السن ده بتبدا مغامرتها في الاكل. سيبيها تشم الاكل بنفسها وتدوقه وتلمسه وتلعب بيه، مفيش اي مشكله. خليها تعيش التجربه كامله بنفسها، ده اللي هيحببها في الاكل. تالت حاجه، فاطمه من سن سنة لسنتين. طبعا فاطمة في السن ده مش قاعدة على بعضها، عمالة بقى تلف من هنا لهنا في البيت، وحرفيا عايزة تعمل كل حاجة انتوا بتعملوه. طيب يا ترى هنأكلها ايه؟ الحقيقة ان فاطمة في السن ده من بعد سن السنة بتاكل كل اللي احنا قلناه في الشهور اللي فات، وبالإضافة لده بتاكل من أكلنا احنا ككبار. وكمان العسل الممنوع ينفع نقدمه لها من سن السنة، وبالنسبة للملح ينفع نضيف منه على أكل الطفل، وكمان السكر ينفع نستخدمه، ولكن أنا أفضل ما تستخدميش السكر وتحاولي تأجليه لسن السنتين أو ال3 سنين كمان. اللي يهمك تعرفيه بقى إن فاطمة في السن ده بقى عندها حاجة اسمها اختيارية الأكل. فاطمة ما بقتش تاكل أي حاجة أنت بتحطيها لها على الطبلية. فاطمة دلوقتي في حاجات معينة بتحبها، وحاجات تاني كانت بتحبها ودلوقتي بترفضها. دورك بقى كأم إن الحاجات اللي هي بتحبها سيبيها تاكلها، والحاجات اللي بترفضها اوعي تجبريها عليها، لأنك ببساطة لو عملت كده فاطمة هترفض الصنف ده نهائيا. في خرافة شائعة منتشرة بين أمهات كتير: ادي طفلك لبن بقري كتير على مدار اليوم عشان طفلك ينمو ويكبر بسرعة. والصح إن اللبن البقري أو الحيواني بشكل عام مفيد، ولكن الإفراط فيه مضر. أقصى حاجة ممكن ياخدها الطفل على مدار اليوم هو 2 كوب لبن. أكتر من كده الطفل ممكن يحصل له أنيميا، نقص الحديد، وفي نفس الوقت شهيته هتتقفل عن باقي الأكل. وبمناسبة ان فاطمة بقت تاكل من كل اكل البيت، تعالوا نتكلم شوية عن اعراض حساسية الطعام. خلينا كده نقسم الموضوع لاعراض بسيطة واعراض شديدة. الاعراض البسيطة دي وارد ان هي تحصل مع اطفال كتير. ايه الاعراض البسيطة؟ اولا ممكن يحصل للطفل ده شوية حكة في الجلد، او كمان يحصل له احمرار في الجلد، او تورم وانتفاخ في الشفايف، في اللسان، حوالين العين. كل دي اماكن ممكن يحصل فيها تورم. ممكن كمان بعض الاطفال يحصل معاها ترجيع او اسهال. ممكن بعض الاطفال يحصل معاها انتفاخات وغازات كتير في البطن. كل اللي انا قلته ده معناها ان الطفل حسس من صنف الاكل ده، وده معناه اننا لازم نوقف صنف الاكل ده دلوقتي، ولكن ممكن نبدا نقدمه تاني بعد شهور. اما بالنسبه للاعراض الشديده فكل اللي احنا قلناه في الاعراض البسيطه ممكن يجي للطفل ولكن بشكل مبالغ فيه. واهم حاجه في الاعراض الشديده ان ممكن الطفل يحصل معاه ضيق شديد في النفس، وهنا لازم نطلع بيه على اقرب مستشفى. يعني من الاخر يا مامي، فاطمة في السن ده كل اللي هتعمله ان هي هتقبل بعض الاصناف وهترفض اصناف تانية. كل اللي عليكي انك تقدمي لها الاصناف الصحية وتبعدي بقدر الامكان عن اي حاجة مصنعة من بره. رابع حاجة، فاطمة من سن 2 ل5 سنين. فاطمة بقى في السن ده ماشية بمبدأ يا انا يا مفيش غيري. هتلاقوا فاطمة في حاجات معينة مصممة عايزاها، زي العصاير اللي من بره، زي الشيبسي، زي الكيك. الحاجات اللي من بره دي بتكون محور اهتمام الاطفال في السن ده. طبعا كل ده ليه علاقة بطريقة تربيتنا. لو احنا بنعرض الطفل للحاجات دي بشكل مستمر، الطفل بيكون تعلقه بيها اكبر من الاطفال اللي مش بتتعرض للكلام ده. وهنا يا مامي ليكي دور مهم جدا. بلاش تنساقي ورا فاطمة وتديها من الحاجات اللي من بره دي على الفاضي والمليان، لانك ببساطة لو عملت كده فانت بكده هتدمري شهية فاطمة. كل اللي عليكي تعمليه انك تركزي على الحاجات الصحية، وتحاولي تشوفي الحاجات اللي بتحبها وتعمليها لها، وتحاولي في الحاجات اللي هي مش بتحبها وتجربيها مرة والتانية لغاية ما ترجع تتقبلها من تاني. فمن الاخر يا مامي، كل اللي عليكي في السن ده تأكلي اكل صحي وتقللي الحاجات اللي من بره. فاطمة في سن المدرسة، ولو فاكرين اني هتكلم في الفيديو ده عن حاجة تخص الموضوع، فانا عايز اقول لكم ان انا عملت فيديو كامل عن التغذية في المدرسة، سايبه لكم في الوصف بتاع الفيديو ده، لازم ترجعوا تشوفوه. وقبل ما انهي الفيديو ده في موضوع مهم عايز اكلمكم فيه. هقول لك على 10 نقط طبقيهم مع طفلك، واضمن لك بنسبة كبيرة ان
طفلك ده هياكل احسن بكتير. والنصايح دي للاطفال اول سنتين. رقم واحد، لما تيجي تقدمي لطفلك اكله جديده مهم جدا ما تيأسيش. مش معنى ان طفلك رفض الاكله دي دلوقتي ان طفلك مش حابب النوع ده. مهم جدا تبداي تحاولي مره والتانيه والتالته لغايه 9 مرات. صدقيني الابحاث بتقول ان الطفل عشان يتقبل اكله جديده محتاج نجربها معاه في اوقات مختلفه عدد مرات توصل ل9 مرات. الحاجه التانيه، مهم جدا ننوع بين الاصناف، وننوع كمان في طريقه تقديم الصنف نفسه. يعني مثلا عندنا بطاطسايه ممكن نقدمها في شكل مسلوق، او كمان نقطعها صوابع ونشويها، او كمان نمكسها مع حاجه تاني. كل دي اشكال مختلفه لنفس الصنف. ممكن طفلك يحب شكل منهم ويرفض الاشكال التانيه. رقم 3، بلاش تشتتي طفلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمجرد ما طفلك بدأ ياكل ارجوكي بلاش تشغلي له التلفزيون. ما ينفعش ابدا طفلك ياكل وهو بيتفرج على شاشه. اللي هيحصل ان طفلك مش هيحس نفسه شبعان. طفل بياكل وهو مش حاسس ولا عايش اصلا تجربه الطعام. انت كده بتدمري شهيه طفلك وانت مش حاسه. رقم 4، سيبي طفلك يعيش التجربه كامله بنفسه. يا مامي الاكل ده عباره عن مغامره وتجربه، خلي طفلك يعيشها كامله بنفسه. خلي طفلك يمسك الاكل بايده ويحطه على لسانه ويدوقه ويشم ريحته ويبص عليه ويشوف الوانه وشكله. خليه يعيش التجربه كامله، ده اللي هيخليه يحب الاكل. رقم 5، مهم جدا تقللي من قيمه الحاجات الحلوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الشائع عندنا احنا كأمهات ان احنا بنقعد نشجع الطفل على الاكل بالحاجه الحلوه. ان احنا بنقول للطفل لو خلصت طبقك انا هديك الكيكه الحلوه دي من بره. طبعا ده بيخلي الحاجه الحلوه في نظر الطفل هي احلى حاجه انا عايز اوصل لها. وانا بعمل الحاجه دي مش عشان انا جعان وعايز اكل، لا انا باكل عشان عايز اخد الحاجه الحلوه. رقم 6، احكي قصص. مهم جدا تستخدمي القصص في موضوع الاكل. لو طفلك رافض اكله معينه ابداي احكي له قصه ودخلي فيها الاكله اللي هو رافضها دي، واستخدمي شخصيه هو بيحبها وخلي الشخصيه دي تاكل الاكله دي. صدقيني طفلك هيحب الاكله دي جدا. رقم 7، لو طفلك مش بيحب الخضار جربي كده تستخدمي له الخضار ده كسناك. قطعي الخضار ده في صوره صوابع وقدميه بين الوجبات. هتتفاجئي ان طفلك هيقبل السناك ده وهياكل الخضار. واخيرا خلينا افكرك ان الاكل بالتذوق مش بالكميه. ما تفرحيش انك زغطت طفلك واديتيله طبق رز وهو في الاخر مش حابب الكلام ده. خلي طفلك ياخد الكميه المناسبه ليه عشان يحب الاكل. ومن الاخر يا مامي لازم تتعلمي تحببي طفلك في الاكل من بدري بدري. كل ما طفلك حب الاكل بدري كل ما هيتقبل اصناف كتير بعدين. وفي النهايه ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لكل اب وام عندهم اطفال، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في تعليقات وانا هرد عليكم بنفسي. سلام.